السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من امبارح. طبعا انا امبارح بدأت معاكم اول خطوة في تنظيف المطبخ، وللأسف جالي مشوار طارئ فملحقتش اكمل، يعني عملت جزء ونزلت على طول، الله المستعان بقى نكمله مرة تانية. دلوقتي هعمل معاكم فراخ كنتاكي. انا عملتها معاكم قبل كده، كنت سلقه الفراخ لان انا بخاف ان الفراخ ما تستويش، فليا صديقات كتير عملوها بدون سلق وقالوا لي ان النتيجه بتاعتها بتكون حلوه جدا وبتطلع مستويه. فانا بصراحه يعني هعملها وانا مش عارفه، بس لاني باثق فيهم هعملها واجرب ودينا بنستفاد مع بعض. لكن لما عملتها قبل كده بعد السلق كانت حلوة جدا، والولاد حبوها قوي وبقيت اعملها لهم على طول. فالنهاردة هنعمل فراخ كنتاكي بدون سلق ونشوف النتيجة هتكون ازاي. هنحضر هنا لتر مية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف عليه نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة جنزبيل، ومعلقة ملح كبيرة. وهنضيف عصير الليمونة ده، و4 معالق خل. هندوب الخليط ده كويس جدا. الخليط ده هنقع فيه الفراخ بتاعتي حوالي نص ساعة، وده اللي هيسهل ان الفراخ تستوي بسرعة بدون سلق، يعني لما نيجي نقليها تستوي بسرعة. الخليط ده اللي هيساعد معانا، في نفس الوقت لو في زفارة ولا حاجة هتتشال منها. فانا دلوقتي هشقق الفراخ بالسكينة وبعدين نضيفها مع بعض هنا. وكده يا حبايبي شققنا الفراخ بتاعتنا. هنضيفها بقى في المنقوع اللي احنا عملناه بالمية والخل والليمون والفلفل الاسمر والجنزبيل حوالي نص ساعة، علشان يساعد ان الفراخ تستوي بسرعة لما نيجي نقليها. عقبال النص ساعة دولت ما يتنقعوا هقول لكم الخليط اللي هنعمله، وهننقعها فيه من 3 ل 4 ساعات حسب وقتك، وممكن تنقعيها كمان فيه من بالليل لتاني يوم، هتديكي نتيجة احسن جدا طبعا. فانا طبعا عشان هعملها النهاردة هنقعها حوالي من 4 ل 5 ساعات، وهرجع لكم اقول لكم تتقلي ازاي. يعني دلوقتي هننقعها نص ساعة وهرجع لكم اقول لكم الخليط التاني. تابعوا معايا، اوعوا تروحوا في اي حتة. ادي الفراخ بتاعتنا في المنقوع اللي احنا عملناه. هغطيها وهسيبها حوالي نص ساعة. شايفين المية اصلا لونها اتغير ازاي؟ فهي هتنضف الفراخ، مع ان احنا غاسلين الفراخ اصلا بالليمون والدقيق والملح، لكن المحلول ده هيساعد اكتر ان لو فيها اي بكتيريا، لو فيها اي زفارة، هيساعدنا كتير جدا. وهنسيبها نص ساعة وهننقعها بعد كده في الخليط التاني اللي هيقعد حوالي 4-5 ساعات حسب وقتك، لكن ما يقلش عن ساعتين. لو انت في حالة ان انت مستعجلة قوي يبقى ما يقلش عن ساعتين. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. دلوقتي هنبدأ نعمل الخليط اللي هنضيف فيه الفراخ من 4 ل5 ساعات، او اقل حاجة ساعتين زي ما قلت لكم. عندنا بولة اللي هننقع فيها، هنضيف فيها كوباية دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف التوابل دي كلها. ايه هي التوابل بتاعتنا دي؟ عندنا معلقة صغيرة، كل حاجة معلقة صغيرة، بس الفلفل الاسمر نص معلقة، والملح نص معلقة لاني حاطة مكعبين ماجي فعشان كده قللنا الملح. توم باودر وبصل باودر وبهارات وكاري وكركم
وزي ما قلت لكم فلفل اسمر وملح ومكعبين ماجي. هنضيف التوابل دي كلها على الدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبهم كده، دوبناهم كويس مع بعض. هنضيف بقى بسم الله الرحمن الرحيم معلقتين خل كبار، وهنضيف معلقة مستردة. ينفع نضيف مستردة بودر من عند العطار. معلقة، وهنضيف حوالي معلقتين لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف نص كوباية مية، ولو احتاجنا تاني هنضيف. بسم الله. احنا عايزين الخليط بتاعنا يكون تقيل مش خفيف قوي. كده هنحتاج مية تاني. وكده الخليط بتاعنا جاهز، واستعملنا كوباية المية كلها علشان يوصل للسمك كده، علشان لما نيجي نقلي تبقى ماسكة نفسها. لو سايل اكتر من كده هينزل من على الفراخ، فاحنا عايزينه يبقى تقيل شوية علشان يبقى حتة الفرخة ماسكة نفسها بيه، ما يقعش منها. دلوقتي هننقع الفراخ بتاعتنا في الخليط ده، وهسيبها في التلاجة حوالي 4 ل5 ساعات، وبعدين نرجع نقلي. رجعنا لكم تاني. دلوقتي خلصنا النص ساعة النقع بتاع الفراخ في المحلول اللي فيه مية وفلفل اسمر وملح وليمون وخل، وطلعناها شطفناها بمية من الحنفية كويس. ودلوقتي هننقعها في الخليط ده اللي عملناه مع بعض. هرجع اذكركم بيه تاني: كوباية دقيق، و3 معالق او معلقتين خل، ومعلقتين لبن، ومعلقة مستردة كبيرة، وينفع تحطي مستردة بودر من عند العطار. وضفنا التوابل بتاعتنا كلها: فلفل اسمر وملح و2 مكعب ماجي، وتوم وبصل بودر وكاري وكركم. والمفروض نحط بابريكا، بس انا بصراحة ما لقيتش عندي، فمش هيحصل حاجة يعني. انتي لو عملتيها ابقي ضيفي كمان البابريكا. دلوقتي هنضيف الفراخ بتاعتنا بعد ما شطفناها في الخليط ده، ونقلبهم كويس قوي، ونضيفهم ونسيبهم في التلاجة من 4 ل5 ساعات، وما يقلش عن ساعتين زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاه يتشرب كويس قوي، فانا هقلبه بايدي علشان ابقى واثقه ان هو اتقلب كويس. وكده يا حبايبي خلاص خلطنا الفراخ كلها في الخليط ده ودمجناها كويس قوي. انا عملت بايدي، دمجتهم في بعض كويس، ودخلت في التشققات اللي احنا عاملينها مع بعض بالسكينة علشان الفراخ تتشرب حلو جدا 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 من الخلطة دي، لان الخلطة دي هي اللي هتديكي الطعم اللي انت بتاكليه بره. هتحسي ان انت جوه بس كأنك بره فهتبقى حلوة جدا ان شاء الله وهتعجبك. وهدخلها دلوقتي في التلاجة، وهسيبها 4 أو 5 ساعات حسب يعني لما المغرب يقرب يأذن هطلع وهعمل، علشان النهاردة الخميس واحنا صايمين. فقبل المغرب مثلا بنص ساعة او ساعة الا ربع هطلع وابدأ اقلي واصور معاكم برضو وهوريكم بإذن الله. تابعوا معايا الفيديو، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعت لكم تاني يا حبايبي، ودلوقتي هنبتدي نقلي. دي حله صغيره لان لازم الزيت يكون غزير جدا، فطبعا لو جبت حله كبيره او بوله كبيره هياخد زيت كتير، وانتوا عارفين ان في ازمه كبيره في الزيت،
فدي حلة صغيرة جدا عشان احط فيها ازازة الزيت كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهولع عليها تسخن قوي قوي عقبال انا ما اوريكم الخلطة اللي هنعمل فيها الفراخ بعد ما طلعناها من التلاجة وكده. بقالها حوالي 5 ساعات واكتر كمان من 5 ساعات، فاتشربت كويس جدا وان شاء الله هتطلع طعمها حلو قوي. وعشم في ربنا كبير ان شاء الله ان هي تكون مستوية، لان زي ما قلت لكم انا اول مرة اعملها وهي نية. لكن انا كنت بعمل قبل كده الكنتاكي اسلق الفراخ الاول كده كفاية. اعتقد كده هيبقى مغطيها يعني. عملت الكنتاكي قبل كده كذا مرة واسلق الفراخ وبيطلع حلو وبيعجب الولاد وكده. فدي اول مرة زي ما قلت لكم اعمله وهي الفراخ نية، فاتمنى من ربنا ان شاء الله ان هي تكون مستوية. هولع دلوقتي البوتاجاز. ولعنا، نروح بقى نشوف هنعمل ايه عقبال الزيت ما يسخن. دي الفراخ بتاعتنا طلعناها من التلاجة، طبعا اتشربت جامد قوي قوي. عندنا بقى كوباية دقيق وكوباية نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي البولة اللي هنعمل فيها. هنضيف الدقيق والنشا وهنضيف التوابل اللي احنا حطينا منها هي في الخلطة دي. هي يعني عندنا حطيت مكعب بس ماجي علشان ما يبقاش حادق، وسنة ملح صغيرة وتوم باودر وبصل باودر وبهارات وكاري وكركم. هنقلب بقى الخليط ده كده مع بعض كويس. وهناخد قطعة من الفراخ ونضيفها هنا، وممكن نرجع نحطها تاني في الخليط ده، يعني نشيلها ونحطها تاني كذا مرة. هعمل معاكم حتة. بسم الله الرحمن الرحيم. نضغط عليها جامد كده عشان الخلطة تخش في التشققات اللي احنا عاملينها. انا لقيت القطعة دي كبيرة جدا فقسمتها. لازم نضغط جامد قوي في الخليط وبعدين ننفضها كويس عشان تدينا ايوه لازم نخبطها كده كويس عشان تدينا شكل الجلد اللي هو جلد الفراخ الكنتاكي. طب حط بس على الحته دي عشان يبان. انفضي الناحية التانية. ايوه برافو عليكي. يلا بنتي بتساعدني علشان انا لما حاولت اصور وانا بعمل ما كنتش متمكنة قوي من التصوير، فنادت لها تساعدني. ربنا يكرمها. مرة كمان تنفيضة مرة كمان عشان بس يدينا الجلد اللي بيبقى ما نبهدلش الدنيا كده يا بسنت. طبيعي في كل بيت يعني ان الدنيا تتبهدل كده يعني. طب هو احنا بناكل الجناحات؟
كده الزيت اهو باين ان هو سخن. ولما نطلع الفراخ هنحطها في مصفى، بعد ما تصفى خالص هنحطها بقى على ورق مناديل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين الزيت كويس سخن ومغطيها كلها. ما شاء الله ده غرق الدنيا. هوطي بقى البوتاجاز. انا نقلت الحلة على العين التانية لان الزيت هنا كان كتير وفور. بصوا، فطبعا نقلته ونقصته شوية ووطيتي عليه علشان الفراخ تستوي. هسيبها حوالي 10 دقايق كده، مش هغطي الحلة، هسيبها عريانة عشان ما تطرش. انا عايزاها مقرمشة، بس هسيبها كده حوالي 10-12 دقيقة وارجع لكم تاني. كده بقالنا حوالي 7-8 دقايق. هانت يعني ان شاء الله هتكون مستوية، لاني حطيت الشوكة لقيتها بتدخل، فان شاء الله هتكون مستوية. بصوا يا حبايبي، احنا طلعنا دلوقتي القطعة دي جناح، فهنقطعه كده ونشوف. يلا يا بوسي. يا رب يكون مستوي. واو شكله مستوي. دوقي ميار بقى. سخنة. ايه رأيك يا ميار؟ زي فراخ كنتاكي جميلة. مستوية؟ اه بجد؟ اه طب والله حلو، فرحتوني. ايه بس انت جميلة. حلوة مستوية؟ تشيكن. طيب انا بشكر صديقاتي الغاليين اللي قالوا لي اعملها كده، وهطلع بقى معاكم الباقي ونكمل مع بعض. وكده خلصت الفراخ بتاعتنا النهارده الكنتاكي. بصراحه ما كنتش متوقعه الطعم يطلع حلو قوي 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 كده. انا اكلت حته حلوه قوي ومستويه قوي، وفعلا فعلا فعلا ما فرقتش عن بتاعه كنتاكي الاصليه، واجمل من ان انا عملتها قبل كده مسلوقه. فنصيحتي ليكم ان انتوا تعملوها بالطريقه دي، ولو جربتوها تقولوا لي يعني عجبتكم ولا لا. وانا طبعا واثقه ان هي هتعجبكم. حلوه قوي ومقرمشه والشكل واللون وكل حاجه بصراحه جميله جدا. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.